صباح الفل، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده عندنا يعني شويه مشاوير كده، عايز اديكوا ابديتس عليها. اول حاجه ان دلوقتي هروح عندي ميتنج مع احمد تبع شركه روتسي. الميتنج يعني تبع شركه روتسي. احمد اخويا الكبير، هو شغال في الداتا اناليسز، ودي سيرفيس عايزين نقدمها جديد في الشغل. فرايح اتكلم معاه اشوف الابديتس اللي وصل لها، نقدر نقدم السيرفيس دي ازاي، نقدر ازاي نكون فاليبل للناس. فدي هتبقى اوفرول ميتنج، وبعد كده بقى اتكلم معاه في حاجات تخصني انا، في حاجات عايز اعملها في شغلي وعايز ابدا فيها يعني ان شاء الله. بس وبعد كده هنروح للمحامي عشان نأسس شركة مصطفى شريف للتجارة والهندسة. بفكر في اسمين، مصطفى شريف ومصطفى بن شريف. طب ليه مصطفى بن شريف؟ علشان دايما لما بقول اسمي لحد مصطفى شريف فيقوم سامع مصطفى الشيخ او مصطفى الشريف، فدايما عندي مشكله في الحته دي. وعايز اسم الشركه يكون ليها يعني بوزن شويه، مصطفى بن شريف. يعني حاسس ان معرفش، وجهه نظر شخصيه. حاول ان انا اسال الناس حوالين النهارده، وانتوا لو عندكم راي اكتبوا لي في الكومنتس. حاول ان أنا اسال الناس النهارده كده، صحابي واخواتي وكده، اخد رايهم في الحته دي. وان شاء الله ايه النهارده نبدا نقدم في تاسيس ورق الشركه يعني ان شاء الله. اروح لمحامي، وبعد كده هروح لاختي تاني يوم على التوالي اعلمها السواقه. امبارح سوقنا الصبح، طلعنا على الطريق. الطريق كان صغير يعني. النهارده هتسوق بالليل، وان شاء الله تطلع على الطريق تاني، وباذن الله تطول شويه يعني. وبعد كده ممكن بقى اقعد مع العيله يعني بالليل. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله افتح كار فالف النهارده الابلكيشن. هتشيك مع ابل الميل، هل ردوا على الميل ولا لا، ان هم حته الابل ديفلوب بروجرام الانرولمنت ده عشان اشتغل اعمل التستنج. ولو تمام تمام، مش تمام هشوف بقى انا ايه التاسكس اللي واقفه او التاسكس اللي انا مستني اخلصها، وابدا ان انا اعملها. وابدا ان انا اشتغل عليها يعني، او حتى ارتبها ولا اعمل لها ستراكشر. بس سو فار يعني دي كل حاجه ان شاء الله. وباذن الله بكره هيكون في ان شاء الله هسافر يعني، واخدكم معايا باذن الله. سفريه القاهره ان شاء الله يكون فيها حاجات كتير. اتمنى الحاجات دي تتسهل وتمشي وبس. طيب طبعا معلش على هذا التليفون، هحاول امشي بالراحه كده بس يعني ان شاء الله يعني الدنيا تظبط. حاجتين كمان عملتهم قبل ما انزل، يعني انا حكيت لكم اللي هعمله بعد ما نزلت من البيت، بس حاجتين عملتهم قبل ما انزل من البيت، وهم طبعا التليفون عمال يرقص دلوقتي. هما ان انا خدت سيشن صيني. مش سيشن، هما كانوا 10 دقايق، سمعت كده الراجل صيني وهو بيتكلم، وعرفت ان دي احسن طريقه ان أنا اتعلم بيها. وانا مقتنع ان دي احسن طريقه، ان انت بس تفضل تسمع الصيني وتعرف الكلمات يعني اللي انت بتستخدمها زي ما الطفل بيتعلم. يعني الطفل بيتعلم يقول لك اقف، اقعد، اشرب، اكل، الحاجات اللي هي البيسكس. وبعد كده كل ما يسمع كل ما يبدأ دماغه ايه تستوعب اكتر، تكون جمل من الكلمات اللي هو اتعلمها. انا شايف دي احسن طريقة، بدل ما انا ابدأ امشي بالطريقة اللي هي بتاعة المدرسة. تتعلم الحروف، تتعلم كلمات، تكون جملة، جرامر، مش عارف ايه. يعني انا شايف ان الطريقة دي تقليدية وبتستهلك وقت، وحاسسها يعني ماركتنج اكتر ما هي طريقه حقيقيه للتعلم. يعني انت هي ماركتنج بمعنى ان انت تروح تاخد كورس بقى، وتمشي بقى بكتاب بتشتريه. فهي كلها في برودكتس معموله مخصوص عشان الحته دي. فعشان كده مش عايز امشي في السكه دي. مش عشان طبعا ما اصرفش فلوس، بس عشان شايف ان انا جربت كتير تتعلم لغات في المدرسه، ما طلعش بعرف اتكلم انجليزي. كانت الانجليزي امتى؟ بدات اخش ميتنجز مع ناس اجانب، وبدات ان انا اتكلم واحاول اطلع جمله واحاول اركب جمله. فده اللي علمني انجليزي، مش حاجه تانية. فهمشي بنفس الطريقه في الصيني، وانا عملت نفس الكلام في الالماني. ما اعرفش غلط ولا صح ان انا اعمل تو سيشنز دول ورا بعض. هم مش طوال، كلمه سيشن دي بس تحسسكم ان الموضوع طويل، بس هي دي 10 دقايق او ربع ساعه، والتانية كذلك. بس دي كل حاجه. وان شاء الله النهارده عندي تسميع قران بكره. الحزب الاول، لا سوري، ربع حزب الاول، ربع الحزب الاول في الحزب الثاني. مش عارف ان انا بقول ده صح ولا غلط، بس يعني اتمنى الناس تكون فهمت. فان شاء الله هحاول ارجع عليه النهارده كده واسمعه في العربيه دلوقتي بعد ما اقفل الفيديو. بس ده اليوم النهارده توتالي كده، ما فيهوش اي حاجه زياده. بس شكرا.